تواجدك النهارده في مئويه نادي الزمالك تقدر تقول يعني؟ لا، الف مبروك، ان شاء الله تبقى ال 100 سنه جايه احسن ان شاء الله كده. الف مبروك. في يوم غير معتاد، في يوم فريد يتكرر كل 100 عام، يحمل في طياته الكثير من الأحداث والذكريات والبطولات التي ارتبطت بصرح رياضي كبير وعملاق محفور وثابت داخل قلوبنا، وهو اسم نادي الزمالك. ليت عقارب الساعة أن تتوقف، وليت التاريخ أن يسجل كل هذه اللحظات لحظة بلحظة، لحظات تاريخية رائعة وفريدة، لحظات من الشموخ والعراقة، لحظات الاحتفال بمرور 100 عام على نشأة هذا النادي العظيم. ما كان الحفل أن يقام وتأجل أكثر من مرة بظروف خارجة عن إرادتنا، وكأن القدر والتاريخ أراد أن يحتفل الشعب المصري كله بكل انتماءاته مع جمهور نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك بمعان كثيرة لم نعرفها ولم نشعر بها منذ زمن كبير. أراد الله أن يحتفل الشعب المصري مع نادي الزمالك بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والتقدم نحو مستقبل باهر لمصرنا الحبيبة ولنادي الزمالك إن شاء الله. أهنئ نفسي وجميع الحضور بأن أتاح الله لنا هذه الفرصة لكي نكون جميعا مجتمعين في هذا المجال أجيالا فأجيال، نحتفل بأول 100 عام من تاريخ الرياضة المصرية ممثلة في نادينا العظيم نادي الزمالك. وبالغ سروري وسعادتي أنا وزملائي رؤساء النادي في الفترات المختلفة أن نحتفل ونكرم أنفسنا بهذه المناسبة العظيمة ونتذكر تاريخها طويلا المليء بالأحداث، المليء بالحب والفرحة والحزن أحيانا، والمشاركة في رحلة تطوير ونضال النادي عبر السنين. وفي هذا التجمع العملاق الكبير أشكر من حضر من السادة الوزراء ورؤساء الأندية وضيوف النادي الذين حضروا، وكذلك رؤساء النادي السابقين أو من يحضر عنهم، وكذلك أعضاء النادي المحبين بوجودهم في هذا الحفل، داعيا المولى عز وجل أن يعز مصر بنادي الزمالك ويعز نادي الزمالك بمصر. لاسم سيادة اللواء محمد حيدر باشا. سيادة الفريق محمد حيدر باشا.
رئيسا أيضا لنادي الزمالك سابقا وأحد الشخصيات المكرمة في لقاء وحفل اليوم. من منا لا يتذكر حتى الآن المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك السابق. المهندس حسن عامر له بصمات خالدة على نادي الزمالك والكرة المصرية. صاحب البطولات الأكثر في تاريخ نادي الزمالك، وله شخصية إدارية واضحة، وعميد كلية التربية الرياضية السابق الأستاذ الدكتور كمال درويش. ضد الفساد دائما ومع الزمالك دائما، سيادة المستشار مرتضى منصور.